بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. قرار اتخذته الحكومة المصرية بشأن اللاجئين المقيمين في مصر، اللي هم مقيمين غير قانونيين وهذا القرار أعتقد أنه قرار متأخر كثيرا جدا، لكن هذا القرار هو قرار له تداعيات، له أسباب. لكن الغريب ان بعض الناس طلعوا على السوشيال ميديا يسخرون من هذا القرار، وانا لا ادري ما وجه السخريه من قرار تتخذ الحكومه المصريه لصالح بلادها، ولاسباب انا ساناقشها. هي طبعا اسباب لم تعلن، هي اسباب غير معلنه رسميا، ولكن هذه الاسباب نستشفها من الحاله الموجوده في مصر. لكن الغريب ان هذه السخريه لماذا؟ والسخريه الكثير جدا من اخواننا في الخليج، واعتقد وفي مصريين سخروا من هذا، ربما لعدم فهمهم ولجهلهم بالمعنى نفسه فسخروا. قال لك ان هذا القرار ان هو ان الحكومه المصريه تتحصل او تحصل من المقيمين هؤلاء كل واحد $1000 سنويا. كويس؟ ويجب على كل واحد من هؤلاء اللاجئين ان هو يتخذ مصري كمضيف عشان خاطر ياخد الإقامة في مصر، يبقى له كفيل بالمعنى المتعارف عليه في الخليج. والكفيل معناه الوكيل او الضامن، انت فاهم ازاي؟ او الضامن. طبعا طلعوا بعض المصريين يسخروا، يقول لك انا كنت ليا كفيل في الخليج فدلوقتي ارجع مصر يبقى لي كفيل مصري. انتوا عارفين المصريين بيهزروا حتى على نفسهم، واخد بالك ازاي؟ فاعتقد ان هم مش فاهمين الفكره. اولا اللاجئين يسببون ازعاج كبير جدا جدا للمصريين، وانا مش بقول الازعاج ده هو ازعاج المعروف، لكن ازعاج اقتصادي. في انزعاج اقتصادي كبير جدا. انتوا عارفين مصر تعيش ازمه اقتصاديه طاحنه، الشعب المصري يعاني كثيرا من غلاء الاسعار في كل السلع، غلاء اسعار في السكن، غلاء اسعار في كل المأكولات والأطعمة. وانتوا عارفين برضو ان اللاجئين اصلا ياخذون كل شيء، يستعملون كل شيء مدعوم من الدوله المصريه لصالح المواطن المصري، هم بيستخدموه مدعوم زي المواطن المصري. البنزين المحروقات كلها بيستخدموها بنفس اسعار المواطن المصري. جميع كل شيء، السلع مثلا العيش، كل شيء مدعوم، حتى تذاكر القطارات ومش عارف ايه. دلوقتي خلوا تذاكر القطارات ممكن للعرب بسعر وللاجنبي بسعر، الكلام ده كله. فده كله اصلا من تداعيات الازمه الاقتصاديه. لو طول عمر مصر ما بتعمل كده، اللي بيجي مصر بيعيش عادي وبيطلع اقامه عاديه ومفيش مشكله وما بياخدوش منه اي حاجه. بالعكس، المقيمين دول او اللاجئين دول كثير منهم بيدخل المدارس الحكوميه، بيتعالج في المستشفيات الحكوميه، ومفيش اي فرق بينهم وبين المواطن المصري على الاطلاق. حتى ان الشعب نفسه بيعامل الناس دي معامله ليس على اساس لاجئين. وحتى الرئيس السيسي طلع وقال انتوا ضيوفنا وكده. حتى انا شفت بعض التعليقات المغرضه واللي هم بتفلسفوا، بيقول انت طلعت وقلت ضيف، رجعت في كلامك دلوقتي. طب هو ضيف، ايه المشكله؟ لكن لازم يقيم اقامه قانونيه. التحصيل $1000 ده ما يجيش اي حاجه خالص وفي الحقيقه في دول الخليج بتحصل مبالغ ضخمه جدا من المقيمين، حتى اللي شغالين مش لاجئين، لا مقيمين، بيحصلوا منهم سنويا تقريبا حسب ما قال لي احد القاطنين هناك، قال ان بيحصلوا منه 24,000 ريال سعودي في السنه. وطبعا حتى لا يسمح لاولاده ان هم يشتغلوا في البلد، التعليم لا يسمح لهم بالتعليم في المدارس العامه، وهذا حسب كلام الاخ اللي قال لي كده. طيب ايه المشكله ان مصر يكون لكل لاجئ مقيم فيها ضامن من المواطنين المصريين جنسي مصري الجنسيه؟ ايه المشكله؟ مع الفارق ان في الخليج مساله الكفيل ديت
هي مش مسألة ضامن بالمعنى، ولكن يعني عشان انت تقيم في البلد في اي دولة من في الخليج لازم يبقى لك مواطن خليجي يكفلك، يعني يضمنك. عملت حاجة غلط، وده امنيا طبعا ممتاز جدا. عشان عملت حاجة غلط يبقى انت المسؤول عنه. لما بتجيب واحد يبقى انت متحري عنه وعارفه وعارف ايه سلوكه، انت فاهم ازاي؟ ولو في اي حاجة غلط هو اللي بيرحلك وهو اللي بيخرجك. شيء عادي جدا جدا. طبعا مش زي الامارات مثلا بتخلي الصهاينه يروحوا من غير فيزا، حتى من غير فيزا اصلا. ما ده لا يتحقق للشعوب العربيه الا مجلس التعاون الخليجي اللي هم 6 دول بيخشوا ويطلعوا براحتهم يعني. لكن انا بقول ان ايه المشكله؟ ليه السخريه الفارغه يعني؟ ليه الكلام ده؟ اولا اللاجئين كتير جدا في مصر، واصبح بعد ازمه السودان بقى في لاجئين كتير جدا. فالنهارده كامنيا المفترض ان اي واحد عايز يطلع اقامه في مصر يروح لواحد مصري يكفله يضمنه، بحيث انه لما يجيني واحد مثلا عايز يطلع اقامه ويقعد في مصر، انا والله بسال عنه وبتحرى عنه. الباسبور بتاعه مثلا ممكن يكون معايا على اساس ان هو لو عمل اي خطا، وده طبعا ممكن تبقى فيه ناس جايه اصحاب ايديولوجيات فكريه معينه، يعني مثلا مش معروف فكرهم ايه، وده كتير جدا. وده يعني يثقل كاهل التحريات والمخابرات والحكومه، عشان خاطر يتحرى عند كله، وزاره الداخليه تتحرى عند كله، امن الدوله وبتاع، ويعرفوا ده ويعرف. طبعا هياخد وقت كبير جدا. فده هيسهل كمان على اللاجئ ان هو يعمل اقامه، ان لما يكون في مواطن مصري الجنسيه يروح يكفله عند الحكومه ويقول لهم والله ده يعني انا عارفه بتاع وانا مسؤول عنه وعن تصرفاته. فبالتالي ده شيء كويس، وده من الناحيه الامنيه يعني ده السبب الامني يعني في اعتقادي ان ده يبقى كويس جدا جدا. الحاجه الثانيه $1000 دي ما عادي جدا يعني، ايه المشكله؟ انت اصلا سايب بلدك وشوف، وانت اصلا $1000 دي تساوي ايه قصاد المحروقات اللي انت بتستهلكها، وهي مدعومه من الدوله يعني. انت اصلا كده كده كهرباء بتاخدها مدعومه، الغاز بتاخده مدعوم، العيش بتاخده مدعوم كله. فانت حاجات كتيره جدا. غير كده انتوا زودتوا على المصريين الغلاء، كل حاجه غلاء، كل الاسعار غاليه جدا بسبب اللاجئين. يكون 15 مليون ولا 20 مليون في مصر يعني، بس معلش خمس سكان مصر يعيشوا مثلا الشقه. انا يعني مثلا انا راح اجرها ب 500 جنيه، لا يروح اللاجئ ده ياجرها ب 1000 جنيه. يبقى زود عليها السعر ولا ما زودش؟ السلع الثانيه يعني لو ما فيش طلب على السلع دي هتبقى رخيصه، لو ما فيش طلب على السلع دي هتبقى رخيصه. فعموما ده المساله الامنيه، الموضوع الكفيل ده ما فيش مشكله. الدوله بتقول لك يعني انا اخلي الشعب يساعدني، بمعنى ايه؟ بطريقه غير مباشره، ان هو يكفل هذا الانسان ويضمنه عند الحكومه، وبالتالي يطلعوا له اقامه. فانا بدل ما اقعد بقى اتعب نفسي، والناس كتير جدا ملايين، انت عندك لاجئين ملايين، انت عندك لاجئين مثلا 100,000 200,000، لا ملايين، تمام؟ والمبلغ $1000 ده مش مبلغ يعني في السنه، مش مبلغ. $1000 انا مش شايف فيها مشكله، ومش شايف ان هي كتيره يعني على اللاجئ انه يدفعها في السنه. فده بالنسبه للموضوع الامني. كمان ممكن النهارده لما انت تجمع 1000 جنيه في السنه، وعندك عايشين مثلا 15 مليون لاجئ مثلا في مصر، او يا سيدي وافد خلينا نقول، تمام؟ $1000 ده بيساعد في توفر العمله الدولاريه في مصر، ويساعد يعني حاجه من ضمن اللي بتساعد. انت تاكل في خير البلد وعايش في البلد. هتقول انا بشتغل وما بشتغلش، يا عم انت لو انت حاسس ان شغلك عندنا، اصل انت ما جيتش عملت مصنع يعني. كل اللاجئين دول فقراء، او حتى لو مش فقراء ما هماش مثلا رجال اعمال كبار مثلا جايين بالمليارات ولا بالملايين، ولا جه واحد فتح له مصنع سيارات، ولا جه واحد فتح له مصنع مش عارف ايه. لا دول يعني غايه ما يعني هناك اكثر شيء انه يعملوا مطعم، والمطعم ده ما المصري بيعمله، هو في من قله المطاعم في مصر، فهو بيستفيد. المطعم ده يعني كلها حاجات استهلاكيه، حاجات يعني مثلا ايه، مش استثمار يعني استراتيجي للبلد يفيد يشغل ده. حتى انهم هم ما بيشغلوش مصريين، يقول لك حتى والله ممكن نستفيد بالايدي العامله المصريين يعني بالبطاله، لا هم بيشغلوا السوريين اللي زيهم، او بيشغلوا السودانيين اللي زيهم او كده، لا يعني ما بيشغلوش مصريين. فهي مشاريع كلها مش ملهاش اي فائده اصلا يعني، مطاعم مش عارف ايه بتاع،
لا احنا لو في مثلا واحد بيعمل مصنع احنا ندعمه، مصنع يفيد البلد ينتج فيه صناعات. لكن كل دول يعني اصلا هربوا من الحروب وكذا وكذا وكذا. فانا مش عارف يعني ايه المشكله، يعني السخريه الكذابه. الناس عندها عقده نقص يعني. ايه المشكله لما انا ابقى ضامن لواحد مقيم؟ ايه المشكله لما الدوله تقرر؟ وبعدين ده شأن داخلي مصري حر، اللي عاجبه يتفضل، اللي مش عاجبه الباب يفوت جمل، اتفضل وكل احترام. انت مش عاجبك قرارات الدوله، انت مش تبقى انت وافد وجاي ضيف، فيعني زي ما بيقولوا يعني يا غريب يعني خليك مؤدب يعني. يا غريب خليك أديب، خليك مؤدب يعني. انت مش عاجبك قرارات الدوله، انت ايه علاقتك يعني؟ دي مش دولتك، اتفضل يعني انت روح اي حته تانية. مش عاجبك هنا في مصر، في اي حته اخرى. مع انه لا يوجد ابدا في العالم حد استقبل اللاجئين في ظل الازمات الخريف العربي والخريف الربيع الصهيوني ده بتاعهم الا مصر. مصر عمرها ما عملت مخيمات زي تركيا وزي حتى سوريا نفسها في مخيمات لاجئين، حتى الفلسطينيين في الاردن في مخيمات لاجئين. يعني في ناس دول تانية اشعلت هذه الحروب ومولتها بالاموال اللي معاهم، يعني اموال مع السفهاء، ومولت هذه الحروب والفتن في البلاد، واحنا ندفع الفاتوره. يطلع واحد ممكن يقول لك ده انتوا بتاخدوا من مش عارف من هيئه اللاجئين يا عم مش عايزين، يا عم مش عايزين. انت فاكر ايه بناخد ايه يعني؟ انت مسكين. يقول لك لا والله دول محركين الاقتصاد. يا عم محركين الاقتصاد ايه؟ جاني انت ما بتفهمش في الاقتصاد اصلا. لو انت بتقول انت ما بتفهمش في الاقتصاد اصلا. محركين ايه؟ دول غلوا السلع. يعني القوة الشرائية اكتر من القوة الانتاجية، يعني اصلا الطلب اكتر من العرض. ففي الحاجات بتغلي على المواطن نفسه. لا احنا مش عايزين كده، كانت الدنيا مستقرة من غيرهم وزي الفل، ومش عايزين حاجة من حد. فاعتقد انك انت لو انت مثلا عمال تسخر وبتاع، ويعني الكفيل التاني بقى اللي في الخليج، لا ده هو اصلا يعملها سبوبه اكل عيش. يعني بيجي الوافد بيجي يطلع يشتغل ومش لاجئ، يعني هو بيحاول يلاقي عقد فين؟ في الكويت او في السعوديه او في الامارات. هو في عقود الا الناس اللي شغاله في الشركات بس. انما في ناس عاديين من المواطنين بيعمل له مثلا محل سوري ويروح يرخصه في الوزاره عندهم، واخد بالك ازاي، ويبتدي بقى ذات الشؤون يعني وكده، حسب كل دوله ومسمى الوزاره عندها، وبيبتدي يجيب له يقول لك والله انا اشتري عندي 3 عمال وبتاع، وبقى كلام سوري، ويجيب العمال دول بيسرحهم بره بيقول لهم اشتغلوا واديني في الشهر كذا، فهم عاملينها سبوبه. لكن اعتقد في مصر مش الموضوع مش كده خالص. هو هيجي والله يعمل لي اكفلني عندك، والله ماشي، يبقى في ضمانات وكده وخلاص الموضوع انتهى. لان مصر اصلا ما عملتش حاجه، يعني مثلا ما طلعتش قانون لازم انت عشان تكفل ده لازم يكون عندك شركه مثلا. لان هذه الكفاله ليست كفاله عمل، وانما هي كفاله استضافه. لازم يا اخواننا نفرق. كفاله الخليج هي كفاله عمل، يعني لا يصرح لاي مواطن ان ياتي بوافد من خارج البلاد الا اذا كان عنده عمل، عنده شركه، عنده محل، عنده كذا، عنده كذا. اما في مصر لا، هي كفاله استضافه، بحيث انك انت تبقى عارفه امنيا ومش صاحب فكر منحرف، مش ارهابي، مش وكده. انت بتساعد الدوله في التحري عن هذا وضمان هذا الانسان. ففرق كبير جدا ما بين الكفاله في مصر والكفاله في الخليج. الكفاله في الخليج دي كفاله عمل، يعني مفيش حاجه اسمها في الخليج كفاله استضافه. يعني انا ممكن اروح انا دلوقتي في الخليج، عايز اعيش في الخليج مثلا من غير اي عمل، هل يمكن؟ لا، ممنوع، مش مستحيل. عشان اطلع اشتغل انا لازم اطلع اشتغل، ولازم يكون اطلع بعقد من هنا، يكون عندي عقد من مصر، والعقد ده محل، لازم اشتغل في محل، في مطعم، في شركه، في كذا في كذا في كذا. لكن ممكن اطلع انا كده نفسي اطلع واروح مثلا اعيش في السعوديه، والقانون هناك يسمح لاي واحد مواطن مثلا صديق ليا مثلا يعمل لي كفاله استضافه، مش ممنوع. او عايز اروح اقعد في الكويت مثلا، واحد زي صديقي مثلا في الكويت مثلا يعمل لي كفاله استضافه، لا، لازم يطلع لي عقد ان هو عنده محل، عنده اي حاجه، عنده شركه، اطلع اشتغل فيها. حتى ده بيبقى مثلا حتى لو ما عندوش شغل، هو بيعمل محل وبيرخصه
على هذا الأساس وبيجيب 5 مصريين. المحل ده مثلا طاقة العمل فيه حسب نوع العمل اللي فيه، نجارة، أي إلخ أو أي عمل يعني، مطعم وكده. المطعم ده يسع 5 موظفين أو 5 عمال، فبيبتدي هو يحق له إنه يجيب 5 عمال من أي دولة وبيديهم على كفالته وخلاص. هو بقى المحل ده ممكن يقفله أو ما يقفلوش، يبقى فاتحه كده سوري ويطلعهم يشتغلوا بره، بس هم يدوا له كل شهر 100 دينار كذا كذا كذا. ده الشغل في الخليج، دي الكفالة في الخليج. لكن الكفالة في مصر كفالة استضافة فقط، انك انت كل واحد لما يستضيف واحد او استضاف 2 او يعني لسه ما نعرفش هل يحق للمواطن الواحد يستضيف اكثر من واحد ولا واحد بس. ده انا بقول لك تداعيات امنيه وتداعيات اقتصاديه، اسباب اقتصاديه واسباب امنيه. وانا شايف ان ما فيهاش اي مشكله. ليه السخريه وليه يعني التطاول يعني مستكترين مصر ديت يعني كانت تطعم العالم يعني. مصر خير على الجميع يعني. فمصر الدولة الوحيدة اللي هي أصلا حتى في مشكلة السودان، وأنا طلعت علقت على الموضوع ده لما قالوا لن نستقبل السودانيين بعد عصابات حميدتي وانقلبت على الجيش. لن يعني الحكومة المصرية طلعت لن نستقبل السودانيين في مخيمات على الحدود، بل قالوا نستقبلهم داخل المدن. ده ما بيحصلش إلا في مصر. بعض الناس ممكن يقول لك والله مصر حاجة يعني نادرة انها بتحصل كده. مصر معروفة يعني بتحتضن الجميع. ايه المشكلة يعني؟ عادي يعني. الوقت فيه كتير يعني، انت تحتضن بس زاد عن حده ملايين، وانا الملايين دي مش هقعد بقى افتش يعني. عايزين جيش من الموظفين اللي هم يفتشوا عن كل واحد. صعب جدا امر يعني. فالمسألة تبقى خفيفة. هيجيني واحد سوداني او يجيني واحد سوري يقول له والله انا عايز اعمل اقامه. طيب ايه كذا كذا كذا، اختبره واشوفه ايه ايديولوجيته، ايه افكاره، ايه كده يعني. اسال عنه انا وفي الاخر اروح اعمل له. ايه المشكله؟ هتقول ممكن يستخدموها المصريين في انهم ياخدوا منهم فلوس. اقول لك ممكن عادي، ممكن. طب لما بالخليجي بياخد فلوس انتوا ما اتكلمتوش ليه؟ يعني لما الخليجي بياخد انتوا ما اتكلمتوش ليه؟ لكن هتبقى العملية إن شاء الله يعني. المصريين مش استغلاليين الحمد لله، وفي ناس استغلاليين، لكن مفيش مشكلة. فأنا مش شايف يعني السخرية ده ناس سفلة، ناس يعني منحطة لا هي فاهم حاجة، هم بيتريقوا وخلاص على أساس يعني مصر دي بقى يعني في الحضيض يعني ولا لا. إحنا أحسن من ناس كتير جدا جدا بفضل الله تعالى يعني. احنا احسن من ناس كتير بتاريخنا وحاضرنا وان شاء الله مستقبلنا. دولة مصر ان شاء الله لن يعني يضيعها الله عز وجل ان شاء الله. فانا عايز اقول في النهايه ان دي لها اسبابها الاقتصاديه واسبابها الامنيه، فيعني يا ريت تفهموا. والكفاله في مصر عكس تماما الكفاله في دول الخليج. يعني اعتقد ان انا يعني لميت يعني بالموضوع قدر الإمكان عشان نقدر نفهم هذه المسألة. وربنا يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. أمين يا رب العالمين. دمتم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.